السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أصدقائي. الفيديو بتاعنا النهاردة بيتكلم عن علاقة جمال المرأة بنجاحها. احنا في عندنا نسبة من البنات أو الستات بيعتقدوا إن جمال المرأة وشكلها الحلو هو سر نجاحها، وإن كل ما كانت أجمل شكلا الفرص بتاعتها في الحياة بتبقى أكبر، وأن أبواب النجاح بتتفتح لها بسهولة. طيب هنا هيجي سؤال: هل الجمال فعلا هو اللي بيصنع النجاح؟ ولا النجاح له حكاية تانية خالص؟ هنجاوب على السؤال ده بكل صراحة. الجمال نعمة، بس مش هو الأساس. الجمال شيء جميل، ومحدش يقدر ينكر إن الشكل الجذاب بيساعد أحيانا في الانطباع الأول، لكن المشكلة بتبدأ عندنا لما بنبدأ نربط قيمة المرأة كلها بشكلها الخارجي، ونختصر نجاحها في ملامحها وجسمها بس. الجمال ممكن يلفت الانتباه، لكن ما يقدرش يخليكي تكملي الطريق لوحده. ما يقدرش يخليكي تحافظي على النجاح اللي انتي بتبنيه، لأن في لحظة الجمال ده الناس بتتعود عليه، بس الشخصية والعقل وقيمتك الحقيقية دي اللي بتفضل ثابتة. النجاح بتاعك مش كاميرا ولا صورة حلوة ولا ملامح مثالية. النجاح محتاج عقل واعي وثقة بنفسك وقدرة على التعليم وتطوير نفسك، وشجاعة تكون عندك تواجهي بيها الفشل وتقومي تاني بعد ما تقعي. في ستات كتير نجحوا وتأثيرهم كان كبير جدا، وده مش لأنهم أجمل ناس أو أجمل نساء العالم، ده السبب إنهم فهموا نفسهم واشتغلوا على تطوير نفسهم وما استنوش حد يديهم الفرصة. نجاح المرأة بيجي لما يكون عندها حضور قوي، مش ملامح جميلة فقط. ولما المرأة بتصدق وتؤمن إن جمالها هو سلاحها الوحيد، المرأة دي بيجيلها خوف شديد إن هي تكبر، بتخاف إن هي تتغير ملامحها، وبتخاف تخسر الإعجاب الناس بيها، وفي الوقت ده بتبقى أسيرة لمرايتها مش للحلم اللي هي عايزة تحققه. وأي نجاح مبني على الشكل هو نجاح هش، لأن أول ما الشكل بيتغير النجاح ده بيبدأ يقع. لكن المرأة اللي بتبني نفسها من جوه شكلها بيزيد جمال، وحضورها بيبقى قوي، واحترامها نفسها لنفسها واحترام الآخرين ليها بيعليها وينجحها. في جمال داخلي للمرأة بيدعم النجاح اللي بتوصل له، زي جمال الروح والأسلوب، طريقة كلامها واحترامها لنفسها والطموح اللي هي عايزة توصل له. ده الجمال اللي ما بيكبرش ولا بيخلص ولا حد يقدر يسرقه منك. والأجمل إن المرأة الناجحة حتى لو كانت عادية في الشكل بتبان جميلة في عيون الناس، لأن النجاح بيديها نور وجمال. ومش معنى كلامي ده إن المرأة ما تهتمش بشكلها، على العكس، الاهتمام بالنفس شيء صحي ومهم، لكن الخطورة لما يكون شكلك هو كل تركيزك. الأهم الجوهر. المرأة القوية الناجحة بتهتم بشكلها وبتطور عقلها وبتشتغل على هدفها اللي عايزة تحققه وحلمها،
في الوقت ده بيكون الجمال إضافة، مش هو الأساس عندك. جمالك مش هو سبب نجاحك، لكن نجاحك ممكن يكون سبب لجمالك. المرأة الناجحة واثقة من نفسها، عارفة قيمتها ومستقلة بذاتها، وعارفة إن الجمال بيجذب الانتباه، لكن الشخصية والوعي هما اللي بيصنعوا التأثير والنجاح الحقيقي. وخليكي دايما فاكرة إن الجمال مش عيب ولا حاجة غلط، بس الغلط الحقيقي إنك تصدقي إن ده كل إمكانياتك وكل اللي عندك. الجمال ممكن يفتح لك باب، لكن اللي يخليكي تكملي في الباب ده هو عقلك وتعبك ووعيك بنفسك. فما تربطيش قيمتك بملامحك اللي ممكن تتغير، اربطيها بحاجة تانية خالص، بشخصيتك وطموحك واحترامك لنفسك. افتكري دايما ان المرأة اللي عرفت قيمتها من جوه، حتى لو كانت عادية في الشكل، بتبقى ملفتة ومؤثرة وناجحة. لأن النجاح الحقيقي مش بيبان في المراية، بيبان في الأثر اللي بتسيبيه وفي القوة اللي بتكبري بيها كل يوم عن اليوم اللي قبله. فكوني ذكية بكفاية عن طريق انك ما تقفيش قدام المراية دايما تسألي نفسك أنا حلوة. لا، اسألي السؤال الأهم، أنا بعمل إيه في حياتي؟ الجمال هيبهت، وإعجاب الناس بالجمال ده هيجي عليه وقت ويقل، والناس هتدور على غيرك. بس اللي عمره ما هيبهت ولا ينتهي هو تعبك وقوتك ونجاحك. ما تخليش شكلك يبقى أقصى طموحك، ولا رأي الناس يبقى ميزانك. انجحي وكبري حلمك واعملي قيمة حقيقية لنفسك، وساعتها هتبقي جميلة في عين أي إنسان. لأن المرأة اللي عرفت إن نجاحها هو هويتها مش محتاجة تثبت جمالها لحد، ولا مستنية حد يسقف ليها، وجودها لوحده كفاية. فأنتي جميلة بروحك، بعقلك الواعي، بشخصيتك المتزنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.